العالم في سوريا، وهو يتابع عن كثب وعن قرب جولته في القصير بعد دخول الجيش السوري لها. حسين، الأوضاع الآن، تفضل. نعم فاطمة، يعني تحديدا كما تتابعين بدأت الأهالي بالعودة إلى مدينة القصير، حتى هناك وفود شعبية بدأت بزيارة هذه المنطقة بعد عامين من تواجد المجموعات المسلحة. نحن الآن في وسط مدينة القصير، حيث الأهالي بدأ البعض منهم بالعودة لتفقد منازلهم. كما تتابعين هذه الوفود التي جاءت إلى هنا يعني بالطبع من أجل يعني التأكيد على أن الجيش السوري قام بتنظيف هذه المنطقة، وبالتحديد لإيصال رسالة بأن الأهالي سوف يعودون إلى منازلهم. كذلك هناك الآن وفد قبل قليل وصل من بعض المدراء، بعض الفعاليات من أجل الوقوف على محاولة إعادة ترميم البنى التحتية من أجل أن يكون هناك إسراع في عودة الأهالي بالطبع إلى هذه المنطقة، إلى مدينة القصير. وبالطبع يعني حالة الفرح، حالة الابتهاج لدى الأهالي، خصوصا أن المجموعات المسلحة كانت يعني قد روعت الأهالي في هذه المنطقة. كما نتابع يعني هذه الساحة من هذه المنطقة، من هنا كانت تتركز المواجهات. الأهالي الآن أصروا إلى أن يصلوا إلى هذه المنطقة في محاولة لإيصال رسائل بأنهم سوف يعودون إلى منازلهم، سوف يقومون بعملية ترميم هذه المنازل. بالطبع سأحاول أن أخذ بعض المواطنين. يعني الآن أنت عدت إلى مدينة القصير، كيف تصف لنا هذه الحالة بالطبع؟ بالبداية نحيي جيشنا العربي السوري اللي قام بعودة القصير لحضن الوطن، وهذا شيء دائما نعتز فيه، وهذا دائما بفضل تضحيات شعبنا وجيشنا، ونحن بنحيي الجيش العربي السوري اللي قام بكل هالبطولات. شكرا. تفضل. نقبل أقدام الجيش العربي السوري على هذا الإنجاز العظيم. راهنوا أولا على بابا عمر وسقطوا، وراهنوا على القصير وسقطوا، وسيسقطون في كل أنحاء سوريا. ونحن شعب واحد، يراهنون ويقولون الطائفية. نحن شعب واحد، شعب السوري واحد، وسيادة الوطن والدكتور بشار الأسد كرامتنا من كرامته. نتمنى العودة لجميع أهالي القصير. نعم. الشعب السوري واحد، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش. يعني الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، كما تتابعين الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، كما تتابعين يا بشار الذين بدأوا المنطقة من أجل أنهم يبقون في كل رغم ما جرى. طبعا هذه المعركة طبعا الأهالي على مدينة القصير سيكون لها تأثير كبير على عودة الاستقرار إلى سوريا. وبالطبع يعني كما تعرفين استراتيجية المقاومات تمثله مدينة القصير. بالطبع الآن ترك هذا الموضوع ارتياح ليس فقط في مدينة القصير وأهالي القصير، بل العودة إلى الله محيي الجيش، الله محيي الجيش. نعم، إذا تابعنا مع حسين مرتضى الوضع الآن في القصير. حسين مرتضى مدير مكتب العالم في سوريا، شكرا جزيلا لك. دخلت حركة الاحتجاجات ضد الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان يومها السابع في أنحاء تركيا، حيث يطالب المتظاهرون باستقالته.